السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هنعمل مع بعض اللحمة المعصجة اللي هي للحشوات، لأي حشوة انت حابة تعمليها. يلا شو هنعمل ايه مع بعض. اول حاجة معايا هنا نص كيلو لحمة مفرومة، تمام. ومعايا هنا بصلتين كبار مفرومين ناعم جدا او بشوريهم، ومعايا هنا نص كوباية زيت على سمنة. ومعايا البهارات بتاعتنا عبارة عن ايه؟ فلفل اسود وكمون وسبع بهارات وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر وبهارات اللحمة وقلب المرقة فرقاهم كده، وحبة ملح وحبة جنزبيل. من كل حاجة معلقة صغيرة، تمام. اي بهارات انت بتحبها حطيها. معايا هنا كده خلاص، انا خلاص حطيت كده الطاسة على النار سخنت معايا. وبعد كده احط الزيت والسمنة. مش هحط البصل الاول، انا هحط الاول اللحمة بتاعتي الاول تاخد صدمة، تمام. احط اللحمه بتاعتي كده تاخد صدمه الاول. ما ينفعش احط البصل، علشان البصل ما بنفرمه او بنبشره بيبقى فيه نسبه ميه، فالميه دي لما تنزل في الزيت هتلزق معايا في قلب الطاسه ومش هتتشوح، هتتحرق. اهم حاجه بس ان اقلب فيها كده عشان اللحمه بتاعتي ما تلزقش. وبعد كده في الوقت ده احط معلقه السكر بتاعتي عشان تتكرمل معايا في اللحمه، تمام. معلقه السكر دي يا جماعه بتخلي كل حاجه حلوه وبتفرق كمان في الطعم. وبعد كده هحط ايه بقى البصل بتاعي وادني برضه اقلب فيه. البصل بقى بتاعي في الوقت ده انا مش هحط خالص البهارات دلوقتي. البصل بقى فيه ايه؟ فيه ميه، الميه دي هي اللي هتسويلي اللحمه. ادي الميه بتاعتها نزلت في قلب اللحمه، وهي دي اللي هتسويلي اللحمه بتاعتي، تمام. لكن احنا لو حطينا البصل الاول كله هيلزق في قلب الطاسه ومش هيتشوح معانا. في الوقت ده بحط بقى البهارات بتاعتنا. شوف بقى الحط اللي انت عايزاه اعمليه، بس هو كده تمام معايا قوي. اهم حاجه انك تقلبي فيه كده عشان يعني كله يبقى زي بعضه كده، الطعم الحوض يبقى زي بعضه، تمام. خلاص كده، بعد ما خلاص كده اتشوح معايا وبقى تمام، انا كده هفضيه في طبق. تمام كده خلاص، انا طفيت كده وهفضيه بقى في طبق كده مع بعض. بعد كده خلاص انا فضيته اهوت في طبق. تقدري بقى تعملي بيه حشوات كتير قوي، السمبوسك، الجلاش، الرقاق، اللي كمان مكرونه اللي هي البشاميل. اي حشوه انت حابه تعمليها اعمليها، تمام. دي طواجن نفس القصه، يعني هي الطواجن هي نفس تعملها نفس طريقه اللحم، تمام. فاستخدمها لكل الحشوات. لو حبيتي برضو تعملي بتاع ده فراخ برضو، تقطعي حتت صغيره نفس الطريقه هتعملها بالفراخ، هتبقى حلوه ان شاء الله. وعملنا مع بعض اهي اللحمه المعصجه، ما خدتش وقت وجميله وتنفع الحشوات كتير وطعمها حلو قوي قوي قوي. ولو عجبك اللحمه بتاعتي، لو ما اشتركتش في القناه اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. مع السلامه.